لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلال والنار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جل وعلا وبياكم. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث، أعني الصبر على البلية والشكر على العطية والاستغفار من الخطية، هي عنوان سعادة العبد ونجاته وفلاحه في الدنيا والآخرة. عنوان المحاضرة هو ما تعلق بفضل عشر ذي الحجة. تعرفون أن الله سبحانه وتعالى فاضل بين مخلوقاته ورفع بعضها على بعض درجات، فقد فضل بعض الأيام والشهور على بعض، فجعل الأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا، وجعل أفضلها يوم النحر، وأفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، وأفضل الليالي العشر الأواخر من رمضان، وأفضلها. والله سبحانه وتعالى له في ذاته نفحات وعباده الموحدين، ومنها هذه العشر الأول أو الأوائل من ذي الحجة، فهي موسم عظيم من مواسم الطاعات يترقبه المؤمنون ويشتاق إليه عباد الله جل وعلا الموحدون. والقصد من هذا هو رفع الدرجات وسد الخلل واستدراك النقص والتعويض لما فات من أيام وشهور. فليحرص الإنسان على الاجتهاد واغتنامها. العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، ففي الحديث ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ وقد ذكرت لكم ولا الجهاد هذه تضبط ولا الجهاد، وتضبط أيضا ولا الجهاد في سبيل الله. فقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية ما العمل في أيام أفضل، وفي رواية أرجى، وفي رواية أزكى. هنا يتحدث عن العمل الصالح. العمل الصالح أيها الأكارم الأفاضل أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا أثنى على العمل الصالح في آيات كثيرة، منها قول الله جل وعلا وبشر الذين آمنوا وعاملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها
ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. كثيرا ما تعقب آيات الوعد والتبشير آيات الوعد والوعيد والتحذير من أجل أن يحلق المؤمن إلى رضا مولاه القدير بجناحي الرغبة والرهبة. فيا أيها الداعية، ويا طالب العلم، ويا أيها المعلم، ويا أيها الإمام، ويا أيها الكاتب، احمل إلى المستجيبين للحق عبير البشريات ونسيم العاقبة الحسنة للإيمان والصالحات. قال الله جل وعلا هنا: وبشر الذين آمنوا. التبشير يبشرهم بجنة جمعت كل اللذائذ من مسكن ومطعم ومنكح، وكان الخلود فيها تمام نعيمها والأمان من زوال سرورها. ألا تستحق هذه الجنة التشمير؟ والله سبحانه وتعالى قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حال هذه الملة الإسلامية كحال الملل السابقة جميعا: من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فهو مستحق للثواب، ومن فاته ذلك استحق شنيع العقاب. الله جل وعلا يقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الجنة، أصحاب الجنة. الجنة ما الجنة؟ إنها دار المؤمنين المتقين العاملين في رضا رب العالمين، يخلدون فيها بسلام ويتقلبون في نعماها بأمان. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السعادة لا تكون بجمع المال كيفما كان، ولكن بالإيمان والعمل والإحسان. ما أحسن أثر الصلاة والزكاة والأعمال الصالحة الخالصة في ترك المعاملة بالربا، فإن من صلحت صلاته وسائر طاعاته صلحت معاملاته في جميع أحواله. والله سبحانه وتعالى يقول: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. يوفي الله المؤمن أجره في الدنيا بنصره على عدوه أو بحفظه في نفسه وأهله وماله، وله في الآخرة الجزاء الأوفى. إنها لبشرى بنصر الله للمظلومين فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. إنها لبشرى بنصر الله للمظلومين في الدنيا ويوم الدين، وتحذير للمؤمنين ألا يكونوا من الظالمين. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. والله سبحانه وتعالى يقول: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. والله سبحانه وتعالى يقول: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. الوعد بالمغفرة والأجر العظيم هذا يحث المؤمنين على العدل مع المؤالف والمخالف ليكونوا بذلك متجردين عن نوازع الدنيا فيرتقوا إلى تلك الوعود العليا. مهما اجتهد العابد في تحقيق الإيمان والعمل فلا بد له من هنات وزلل يفتقر معها العامل إلى مغفرة ربه ولا يعول فيها على واسع فضله ومنه، مع أن الثواب محض فضل من الله سبحانه وتعالى الجواد الكريم، جعله الله سبحانه وتعالى بمنزلة أجرة الأجير. فمن عمل كما طلب منه نال من الله سبحانه وتعالى فوق ما يتوق إليه. صلاح العمل مع الإيمان شرط حصول المغفرة والأجر العظيم، فنسأل الله سبحانه وتعالى صلاح النية وصلاح العمل.
الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيحزن المؤمن العامل على شيء فاته وهو يملك من الإيمان ما لو وزع على الدنيا لملأها أفراحا؟ لا يحزن لأن معه الإيمان. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا أيها الأكارم الأفاضل. الآيات الدالة على عظيم أجر العمل الصالح كثيرة جدا، والإنسان يحرص عليها. ولهذا هذا الحديث أصل عظيم في هذا الباب وفي فضل عشر ذي الحجة. فرائض الأعمال في هذه العشر أفضل من الفرائض في غيرها. أن الفرائض من صلاة وصيام وزكاة، والفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى أجرها مضاعف أكثر، والنوافل فيها أفضل من نوافل في غيرها. الصلاة في هذه العشر أفضل من الصلاة في سائر السنة، وكذا الصوم وقراءة القرآن، الذكر والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وبر الوالدين وصلة الأرحام، قضاء حوائج الناس، زيارة المرضى، اتباع الجنائز، الإحسان إلى الجيران، إطعام الطعام، والأعمال التي يتعدى نفعها للغير، وهكذا. فضل هذه العشر والعمل فيها يعم النهار والليل، لكن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة كما تعلمون لاشتمالها على ليلة القدر. وأيام العشر من ذي الحجة أفضل. لماذا؟ لاشتمالها على يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية. هذه الأيام أيام عظيمة، وإن شاء الله جل وعلا فيها أجزاء. في يوم عرفة فيها أجزاء، وفي يوم التروية فيها أجزاء، يعني أقصد أجزاء حديثية سنقرأها إن شاء الله سبحانه وتعالى، وتكون لكم فيها إجازات بإذنه سبحانه عز وجل. إذن تجتمع في هذه العشر أنواع من العبادات العظيمة لا تجتمع في غيرها، منها الحج والأضحية بالإضافة إلى الصلاة والصيام والصدقة. الحج والأضحية والصلاة والصيام والصدقة كلها تجتمع في هذه العشر. فمن فضل هذه العشر أن الله سبحانه وتعالى أقسم بلياليها الفاضلة فقال: والفجر وليال عشر. والليالي العشر هي عشر ذي الحجة في قول جمهور المفسرين من السلف وغيرهم. من فضل العشر أنها الأيام المعلومات المباركات التي شرع الله جل وعلا ذكره فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام، كما قال سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأيام المعلومات هي أيام العشر الأول من ذي الحجة عند جمهور العلماء وعند أكثر المفسرين. هذه العشر هي خاتمة الأشهر المعلومات، أشهر الحج، التي قال الله جل وعلا فيها: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، كما روي ذلك عن كثير من الصحابة كعمر وابن عبد الله وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم، وهو قول أكثر التابعين. من فضل هذه العشر أن فيها يوم عرفة الذي أكمل الله جل وعلا فيه الدين وأتم فيه النعمة على المسلمين، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من فضل هذه العشر أن فيها يوم النحر، يوم الحج الأكبر، وهو أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. ويوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر، وسمي بذلك لأن الناس يقرون، يعني يستقرون فيه بمنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا. العمل الصالح في هذه العشر أفضل من غيره لشرف الزمان بالنسبة لأهل الأمصار، وشرف الزمان والمكان لحجاج بيت الله الحرام. الأعمال الصالحة تشرف وتعاظم حسب الزمان والمكان. كان السلف الصالح رحمهم الله جل وعلا يحرصون أشد الحرص
على الاجتهاد في هذه العشر بأنواع الطاعات، وكانوا يعظمونها أيما تعظيم وغاية تعظيم. فقد كان سعيد بن جبير رحمه الله رحمة واسعة إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، وكان يحث على العبادة في ليالي العشر ويقول: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر. يعني المقصود أنه يبقي السراج مشتعلا، هذا كله في طلب العلم وفي قيام الليل. ويقول أبو عثمان النهدي رحمه الله: كانوا يعظمون 3 عشرات: العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم. فعلى المسلم أن يبادر إلى اغتنام هذه العشر الأيام والليالي في التعبد والأعمال الصالحة وتعمير الأوقات بالطاعات والقربات وكل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويدني من الله سبحانه وتعالى، ويربط القلب بربه سبحانه وتعالى، ويقوي إيمانه ويقوي ارتباطه بخالقه جل في علاه. ومن العجب أن نجد في أنفسنا النشاط أيها الأفاضل والجد والاجتهاد للعمل والطاعة في رمضان، ثم نكسل ونفتر في هذه الأيام مع أنها أعظم من أيام رمضان، والعمل فيها أحب وأفضل عند الله سبحانه وتعالى. الحذر أيها الأفاضل من ضياع الأوقات في هذه العشر في النوم والقيل والقال ومشاهدة القنوات التي لا طائل من ورائها ونفع من ورائها، والانشغال بمواقع التواصل، ويعني إهدار الأوقات، هذا الوقت الذي هو إضاعة الوقت من أعظم المقت، هذا الوقت الذي أقسم الله جل وعلا به: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ربط الوقت هنا بالعمل الصالح، لأن الوقت هذا ينبغي أن يغتنمه الإنسان ويعمره بصالح الأعمال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. والأيام والليالي بمثابة الخزانتين للعبد، فيهما يعني يدس أعماله، ثم يوم القيامة تظهر هذه الأعمال إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها، يعني ما كنستموه في الليالي والأيام التي مضت. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أفضل الأعمال أيها الأكارم في هذه العشر الحج المبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن ملك الزاد والراحلة ولم يحج فليمت ميتة جاهلية، خاصة إذا كان الحج هذا حج فريضة فأتى به على أكمل وجوه البر من أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وخاصة إذا انضم إلى ذلك الإحسان إلى الناس ببذل السلام وإدخال السرور عليهم وإطعام الطعام، وضم إليه أيضا كثرة ذكر الله عز وجل والعج والثج الذي هو رفع الصوت بالتلبية وإسالة دماء الهدي. وإن شاء الله تأتي محاضرات حول الهدي، أحكام الأضاحي والهدي بإذنه سبحانه وتعالى. يسن الإكثار في هذه العشر من ذكر الله تعالى. ذكر الله جل وعلا مطلوب في كل الأوقات، وفي هذه الأوقات في هذه العشر يتعين وينبغي أن يكثر الإنسان منه. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أثنى الله جل وعلا على الذكر، بل ربط الله سبحانه وتعالى الذكر بجميع العبادات والأعمال الصالحة في كل الأوقات وعلى جميع الأحوال، قائما وجالسا ومضطجعا راكبا وماشيا. يحرص الإنسان على أن يلهج لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى، لا بذكر فلان وعلان. فهذا اللسان أيها الأكارم، هذه الجارحة التي هي صغيرة الجرم عظيمة الجرم، صغيرة الجرم عظيمة الجرم، أمرها عظيم، كما قال الإمام أبو بكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أمسك عليك هذا وكف عليك هذا،
فقال معاذ: ومؤاخذون بما نقول ونتكلم يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. وهذا يعني تذكرت هنا كتاب عظيم، رسالة ماتعة للشيخ حسين العوايشة، حسين بن عود العوايشة حفظه الله جل وعلا، عنوانها في هذا الباب بعنوان حصائد الألسنة. كتاب جميل جدا وماتع جدا. هذا الكتاب قرأته من سنوات، من أفضل الكتب التي قرأتها في هذا الباب، حصائد الألسن. يعني يراجع هذا الكتاب وينظر فيه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يجبد لسانه يقول لماذا؟ فيقول لهم: ما رأيت أحوج إلى طول سجن من لسان. يقول لهم: إن هذا أوردني الموارد. من يقول هذا الكلام؟ يقوله خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا نقول نحن أيها الأكارم الأفاضل؟ الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هذه الأحاديث كلها مرت معنا في مجلس السماع في كتاب ابن أبي بكر للإمام ابن أبي الدنيا، أبو بكر بن أبي الدنيا، وللإمام الطبراني، وما جاء أيضا في وظائف شهر ذي الحجة من كتاب لطائف المعارف في مواسم العام من الأعمال والوظائف للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة. الله سبحانه وتعالى يقول عن حجاج بيته الحرام: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. التكبير مع التسبيح والتحميد والتهليل، هذه هي الباقيات الصالحات، وهذه هي غراس الجنان. وأحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، وأحب الكلام إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأحب مما طلعت عليه الشمس. وينبغي رفع الصوت بالذكر في هذه الأيام، قائمين، قاعدين، راكبين، ماشين، في البيوت، في الشوارع، في الأماكن العامة، في المساجد، في الطرقات، في الأسواق، في أماكن العمل، في كل ما حل الإنسان وارتحل ينبغي أن يستحضر ويكون لسانه لاهجا بالتكبير والتحميد والتهليل جهرا. هذا إحياء لهذه السنة التي ماتت يعني. ومن أحيا سنتي هذا في يوم هذا له أجر عظيم. إحياء السنن عند مواتها هذا له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ينبغي للقدوات وعموم المسلمين، القدوات يعني الأئمة وأهل الشأن وأهل الوجاهة في الأماكن وفي البلدان وفي المدن وفي المحلات التي يحلون بها، عليهم أن يظهروا هذا التكبير في المجامع والمحافل والبيوت. وإذا كان الإعلان ربما عبر الأجهزة فربما يكون هذا لا بأس به يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى. كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ويقول ميمون بن مهران رحمه الله ومن كبار التابعين: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها. مع التكبير في هذه العشر نستحضر البشارة بقرب نصر الله، فبالتكبير فتحت خيبر ويفتح غيرها، وتفتح بإذن الله جل وعلا فلسطين وغزة والقدس، ويهزم أعداء الله سبحانه وتعالى. التكبير نوعان: التكبير المطلق والتكبير المقيد. التكبير المطلق يكون في جميع أيام العشر وينتهي مع آخر أيام التشريق كما ذكرت لكم في العصر، في اليوم الثالث من أيام التشريق في وقت العصر، ويكون في جميع الأوقات والأحوال. ويبدأ هذا التكبير ويكون في جميع الأوقات والأحوال والأماكن، وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه واضح يعني أن هذه التكبيرات وهذه التهليلات والتحميدات وغيرها تكون في المواضع التي يجوز فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، فلا يذكر الله جل وعلا في الخلاء وأماكن القدر وغير ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذا التكبير المطلق العام الغير مقيد بشيء. وأما التكبير المقيد فهذا يقيد بأدبار الصلوات المكتوبات، وهذا الذي يبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحاج، وللحاج من ظهر يوم النحر، وينتهي بعد العصر، عصر ثالث يوم من أيام التشريق.
سميت أيام التشريق أيام تشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها الجلود، يعني كي يذبحوا هذه البهائم، يذبحون الأغنام يشرقون جلودها إلى الشمس حتى تجف، فهذه فسميت أيام التشريق لهذا الاسم. واضح تعرفون هذه، يضعون عليها الملح ويتخذونها للفروش وغير ذلك. المهم، قلت التكبير المقيد هذا مقيد بأدبار الصلوات المكتوبات، ويبدأ كما قلت من فجر يوم عرفة لغير الحجاج. أما للحجاج فيبدأ من ظهر يوم النحر يعني يوم العيد، وينتهي بعد عصر ثالث أيام التشريق. والعمدة في توقيت التكبير المطلق والمقيد ما ورد من آثار متنوعة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسلف. ومن أشهر صيغ التكبير الواردة في الآثار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والأمر في هذا واسع، يعني الإنسان هذا الأمر فيه واسع، وقد ذكرنا صيغا أخرى فيما قرأناه من الكتب التي قرأناها سابقا. ويستحب صيام 9 ذي الحجة. يقال يعني أحيانا تقولون يستحب صيام العشر، هذا واضح، يعني صيام العشر مش المقصود صيام العشر كلها، وإنما المقصود بالأيام التي يجوز صيامها، وهي 9 أيام، لأن اليوم العاشر هو يوم عيد الأضحى وهو لا يجوز صيامه، يعني الأغلب هو هذا، يعني صيام الأيام العشر مما يجوز صومه، وهي الأيام 9 أو ما تيسر منها. يعني الإنسان الذي يستطيع أن يصومها كاملة يصومها كاملة، وإذا استطاع. وهي القضية هذه لا توجد أفضلية مطلقة أيها الأفاضل، يعني ما يقولش واحد أنه الصيام الإنسان إذا صام معناه هو أفضل من غيره من الذين لم يصوموا. إذا كان الصيام يضعفك عن قراءة القرآن وعن أعمال البر الأخرى فلا تصم، يعني احرص على أن لا تصومها كلها، وإنما صم الاثنين والخميس وصم منها. أما إذا كنت تقوى على الصيام ولا يضر بك الصيام على أداء العبادات والطاعات الأخرى فهنا، فكلما كان أكثر كان الأجر أكثر إن شاء الله سبحانه وتعالى. الصيام أجره عظيم، فيه كفارة الخطيئات، وهو جنة من النار والسيئات. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. والصيام يشفع للعبد. وصوم عرفة لغير الحاج سنة نبوية وغنيمة كبرى، فهو يكفر، يعني الصيام يوم عرفة هذا حرصوا على صيامه مهما كان الأمر، لا تفرطوا فيه، لا تفرطوا فيه. وإن ضعفتم لا تفرطوا في الاثنين والخميس ويوم عرفة، هذه لا تفرطوا فيها. إذا ضعفتم يعني وتكاسلتم، وأنا أربأ بكم من أن تكونوا من الكسالى ومن الضعفاء. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله جل وعلا من المؤمن الضعيف. خذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. صوم يوم عرفة كما قلت لغير الحاج سنة نبوية وغنيمة كبرى، هو يكفر ذنوب 2 كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. الأولى والأكمل في صيام النفل المعين ومنه صوم يوم عرفة أن تكون النية الصيام من الليل ليكون الأجر كاملا غير منقوص. تعرفون أن النية لا تشترط في صيام النفل يعني على قول، ولكن الأفضل أن الإنسان يبيت نية الصيام من الليل، هذا خروجا من الخلاف وعملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. ينبغي تعاهد الأهل والأولاد ومن للإنسان عليهم ولاية بصيام يوم عرفة. كان سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه يقول: أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة. احرص أيها الكريم على أن تغرب سيئاتك يوم عرفة كما غروب شمسه، ومع غروب شمسه. من التجارة الرابحة في هذه العشر ختمة كاملة للقرآن الكريم مع التدبر والتفهم، فإن الله جل وعلا يعطي بكل حرف حسنة إلى 10 أمثالها، والمضاعفة في هذه العشر آكد من غيرها. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. المسلم لا يقتصر اجتهاده على القيام
في القيام على ليالي رمضان، بل يجتهد أيضا في قيام هذه العشر، وأن يكون له من ليله نصيب، ليس فقط في هذه الأيام العشر. المؤمن ينبغي أن يكون له من الليل نصيب من قيام. ليكن لك أيها الكريم نصيب من هذه الأيام، من قول الله جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار، وقوله سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فهو وقت النزول الإلهي وقبول الاستغفار وإجابة الدعاء وإعطاء السائلين، فنسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا فضله. الصدقة من أجل الطاعات، وهي برهان لصاحبها وحجة على صدق إيمانه، ويكون صاحبها في ظلها يوم القيامة. الصدقة تقي مصارع السوء، تكفر الذنوب، تطفئ غضب الرب، وهي سبب للبركة في المال وزيادة في الرزق، ويخلف الله جل وعلا على صاحبها، وهي في هذه العشر أفضل من غيرها. وهناك نداءات، يعني أحيانا لاحظوا بعض الجمعيات مثلا كان بعض الأخوات مريضة مرض كبير يعني، والعلماء والأطباء طلبوا منها مثلا إعانة، طلبوا منها مال من أجل إجراء عملية جراحية، والعملية مستعجلة جدا، هم يجمعون لها الأموال. يعني الإنسان إذا لاحظ مثل هذه الأمور عليه أن يبادر، يعني يبادر، وخاصة في هذه الأيام كما ذكرت لكم. الناس الذين مثلا لا يستطيعون أن يضحوا، عليه الناس أن يساعدوهم ويبذلوا لهم. الجمعيات يعني يحرص الإنسان على مثل هذه الأمور، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه، ولعل الله جل وعلا أن يأجره، ولعل الله جل وعلا أن تكون هذه الأعمال سبب لدخوله الجنان. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا سرور تدخله على مسلم ببذل صلة أو صدقة أو قضاء حاجة. فكيف لو كان هذا الأمر في هذه العشر؟ من البر تفقد أهل الحاج والإحسان إليهم ورعاية أطفالهم، وأهل الأرامل والأيتام والمحتاجين، ومن أهالوهم من يعولهم ربما مسجون أو مريض أو مصاب أو بعيد أو شيء من هذا القبيل، أو فقير وهكذا يعني، أو مثلا عنده مرض مزمن. ينبغي الإنسان أن يتعاهد مثل هؤلاء الناس. من العبادات العظيمة في هذه العشر صلاة العيد، ثم التقرب إلى الله جل وعلا بالأضحية، وهما من سنن الهدى، كما قال سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. الإمساك في هذه العشر عن الشعر والأظفار لمن أراد الأضحية هي عبادة، وهي ليست واجبة، وهي تبتدأ بغروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة أو ذي القعدة، كلاهما صحيح بضب فتح القاف أو بكسرها، القعدة أو القعدة كلاهما صحيح لما ورد: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وزاد في رواية حتى يضحي. أيها الأكارم، من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. ألا إن سلعة الله جل وعلا غالية، ألا إن سلعة الله جل وعلا الجنة. فلنبادر للأعمال الصالحة ولنتب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا بترك الذنوب والمعاصي والإقلاع عنها والندم عليها والعزم على عدم العودة، مع رد المظالم إذا كانت تتعلق بالناس إلى أهلها، إن كان الذنب متعلقا بالآدميين. ولنجعل هذه العشر أيها الأكارم بداية جديدة لعهد مع الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وعسى من الله جل وعلا محقق. من فقه المسلم أن يجمع في هذه العشر بين العبادات الخاصة به كالذكر والصلاة والعبادات والأعمال الصالحة ذات النفع المتعدي ليزداد نفعه ويعظم ثوابه، يعني الأعمال التي يعود نفعها عليه وعلى الغير وعلى الناس. ومن الخير إيصال الخير للغير. العمل الصالح في هذه العشر واجتناب المعاصي يربي المسلم على تعظيم شعائر الله وعلى حفظ حدود الله سبحانه وتعالى. فهذه عشر في شهر حرام، وقد قال تعالى عن الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. العمل الصالح
في هذه العشر والتزود فيه من الطاعات والخيرات واستثمار هذه المناسبة التي لا تتكرر في العام هو خير تربية للنفس على طاعة الله جل وعلا وعلى زيادة الإيمان، يكون ذلك دافعا للعمل طوال السنة. زوجاتنا وأولادنا أمانة في أعناقنا، في الحديث كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فلنجتهد في تربية الأولاد على تعظيم هذه العشر وترغيبهم في الطاعة فيها وتمرينهم على ذلك وبيان فضلها لهم قبل دخولها ليستعدوا، وأن نكون قدوة لهم في تعظيمها. فالغنيمة الغنيمة والعمل العمل قبل نزول الأجل. وأفضل ما ألف يعني ما كتب في هذا الباب رسالة للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله جل وعلا، رسالة نافعة ماتعة، وكنت أود أن أقرأ منها صراحة لكنني ما فعلت، ولكن هي مهمة جدا، لعلي أقرأ منها حديثا، الحديث الأول منها مع شرحه والتعليق عليه رحمه حفظه الله جل وعلا ورعاه. قال في الحديث الأول، والحديث الذي قرأناه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر. ذكر بأن هذا الحديث دليل على فضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة، لأن الله جل وعلا شهد بأنها أفضل أيام الدنيا، ولأنه حث على العمل الصالح فيها. أيضا فيه دليل على أن كل عمل صالح في هذه الأيام، كل عمل صالح في هذه الأيام فهو أحب إلى الله تعالى منه في غيرها، وهذا يدل على فضل العمل الصالح فيها وكثرة ثوابه. وقد ذكرت لكم بعض الآيات في مطلع هذه الكلمة التي تدل على فضل ومنزلة العمل الصالح عند الله سبحانه وتعالى. إذا نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا وأحسن الله جل وعلا إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.